مشمش وصوفي بيتخطبوا، مشمش العريس وصوفي العروسة، صوفي النشواتي. لكن مشمش متجوز صوفي مصلحة علشان فلوس أبوها رستم باشا النشواتي. تخيل أبو قلب ميت بتجوز ميرفت أمين مصلحة. ده يا ريت كل المصالح تبقى كده. والمعازيم كالعادة واقفين بيتكلموا عليه. أنا علشان كده بقى ما بحبش الأفراح. انا سمعت ان عنده ربع مليون جنيه. يا بختها. جرايه يا طن، ما تركزي في جوزك يا طن. يا بخته هو يروح فين جنب ابوها. جرايه يا انكل، ما تركز في مراتك يا انكل. جرايه يا جماعه، في ايه؟ انا مش هعمل فرح بقى، احجز قاعه واجيب اكل وشرب وجاتوه واجيب ناس يتكلموا عليا وانا قاعد في الكوشه؟ لا يا عم بلاه، ما هم كده كده هيتكلموا عليا. فيها ايه لما تيجوا تاكلوا وتمشوا؟ لا لازم بقى. بص البت دي قاعده ازاي، بص الواد مش عارف قاعد ازاي، ما كان ماشي مع بنت بتاعت الانابيب ده. فاشوف المستودع. مش ده يعجبك قوي بتاع الاستيراد والتصدير والاولاد وكل حاجه. عم سعيد العجلات اهو جاي بيتكلم عن الاستيراد والتصدير. انا سمعت بدل ما تيجي. بس بدأ، واكيد سر نجاحه انه ما كانش بيتكلم عن ناس زيكم كده. بدأ بمبلغ خالي 40,000 جنيه ورثهم عن أمه. طبعا على الاقل الراجل معاه فلوس. انت كان معاك 4 جنيه جبت بيهم السيجاره اللي انت ماسكها دي. اما معازيم جرابيع صحيح. رستم باشا ما بيضيعش وقت، واقف بيعمل صفقه في خطوبه بنته على الماشي كده. 1000 ما يخسوش مليم واحد. انت حرامي يا سيد بيه. طب ولازمتها ايه بقى بيه؟ وبعدين هي جت على سيد بيه؟ ده في ناس بيتكلموا في العرض والشرف في الفرح حضرتك. مش بقى واقف مع صوفي خطيبته بيكلمها في الزلط. ما تعرفش تكلمني في اي حاجه تانية. فاكره لما قالوا ما فيش اسمنت رحت مديها. مش انت مقدر انت فين ومع مين؟ جبس ايه واسمنت ايه يا مش يا دي النيله السوداء. اظن من حقك دلوقتي يا نشأت بيه انك تتجوز. يا طنط في ايه المباشره اللي انت فيها دي يا رستم باشا؟ ما تستنضف المعازيم. ما تفتكرش ان في واحده ست في الدنيا كلها تقدر تستحملني. تستحملك ايه يا باشا؟ دي خلاص هتشيلك. في كتير. يا طنط بلاش المباشره دي كده، ممكن يفهمك صح. هي فين؟ انا اذنك. جدع جدع رستم، خبره برضه رستم باشا، مش اي حاجه. بقول لك يا طنط سيد بيه لسه عامل صفقه ب 80,000 جنيه. اظن مش محتاج اقول لك هتعملي ايه. مش سايب خطيبته واقف بيعمل حسابات مع واحد شغال معاه. والله العظيم انا بايع لك الطوبه باصل ثمنها. محتاج حد يديله طوبه في دماغه. انا متعصب شخصيا بقى. وصوفي لما بتزهق بتاخد مشمش وبيمشوا من الخطوبه. الحديد هيوصل من اسكندريه بكره، ها تروح تستناه في اسيوط. ها امشي يا مشمش امشي. بيروحوا كازينو علشان يحتفلوا بالخطوبه. ومشمش لانه بخيل. وكباب حله وكل السلطات اللي عندكم. بانيه وكباب وسمك وفراخ وكباب حله وكل السلطات اللي عندكم. صوفي بتطلب المنيو كله، تقريبا هتعمل اطعام. لكن مش عشان هو بسيط وبخيل هياخد حاجه خفيفه كده. و10 بيضات مسلوقين. 2 بس وهسلقهم في البيت. توفير للغاز برضه. انا طالع دلوقتي على لندن. حاضر يا فندم. في عقد همضيه في 10 دقايق وهكون هنا الصبح. حاضر. تسافر لندن وتيجي الصبح. طب تعال نحسبها. يعني لو قلنا مدة رحلة لندن للطائرة تاخد لها 5 ساعات وربع. 5 ساعات رايح 5 ساعات جاي، يعني 10 ساعات ونص. فحضرتك هتروح لندن صد رد وتيجي الصبح. ليه رايح الشرابية؟ قول لها بابا اسف جدا علشان ما قدرش يحتفل بيك كويس. ما يهمكش يا رستم باشا، مش قايم بالواجب وزيادة. بنشوف بقى الطلبات اللي صوفي طلبتها. خمرة خمرة يا صوفي. خلاص يا صوفي، هو تمر هندي. انا ما بشربش ويسكي. طبعا علشان غالي مش علشان حرام. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ انا طلبته عشان انا كمان ما بشربش. طبعا علشان طعمه مش حلو مش علشان حرام. طب اعملوا حاجه تدخلوا عليها الجنه. بيجي بقى المتر بالحساب، لكن مش بيطلع الاله الحاسبه بتاعته وبيحسب الشيك. البيض هنا غالي قوي، في 7 ساعات زياده. 7 صاغ مره واحده؟ ليه؟ سلقتوا البيض عندكم برضو؟ الله، الراجل مش قال هيسلقوا في البيت؟ هم دول اللي مبوظين الحساب اكيد. بيجيبوا له بقى آلة حاسبة اكبر علشان يحسب بمزاج كده. وانا هسيبكم لازم اعرف ال7 صاغ دول بتوع ايه. بقول لك ايه يا مش جرب كده تخصم المخلل يمكن تظبط معاك. ال7 تاخد زياده اهو. انت ما كان من اول يا صوفي ال7 صاغ معاكي كل ده. وهم خارجين بقى كده عربيه بمنافله. انت سايق مكنه بسكوت ولا ايه؟ عربيه بزنبالك يا ابن اللذينه عشان توفر البنزين. بيجي لهم السايس علشان ياخد فلوس. كل سنه وانت طيب بقى وكده. نعم يا سيدي، انا مش كنت هنا الجمعه اللي فاتت ومدي لك قرش ساغ ابيض مخروم. جشع بعيد عنك يا مش ده اسمك تشبعش. ده بقى الاستاذ امام محمد الطيب، موظف في شركه رستم باشا النشواتي. 7:30 اظبط ساعتك عليه. 30 سنة ما تأخرش دقيقة واحدة. ما شاء الله عامل مثالي. ما خدش يوم أجازة. ما خدش يوم اجازه. على كده حضرتك ما حضرتش فرحك. استاذ امام بقى مخه كمبيوتر. الدولاب التاني على اليمين.
الدرج الخامس هتلاقي ملف لونه احمر جنب واحد رمادي، تاني صفحه هتلاقي البيانات دي من تحت. ما شاء الله عليه. موظفين بتوع زمان دول. دلوقتي الموظف قدامه كمبيوتر ويقعد كل شويه يقول لك اصل السيستم واقع، يقعد بس كل لما تكلمه يعمل كده، وانت اصلا لو بصيت هتلاقي الكيبورد اللي قدامه مش واصل بالكيسه. حضرتك هتطلع الدور الثالث لمدام عفاف، تقول لها طاسه، هتقول لك امك رقاصه، تروح بقى تجيب لي ورق يثبت ان الحاجه رقاصه وتجيلي. ايوه انا امام كمبيوتر. ما شاء الله اسمه امام كمبيوتر. وانا صغير كنت مندهش ان كان في كمبيوتر سنه 76. انا كنت فاكر ان الكمبيوتر ده ظهر اول ما جدي اشتراه في 2003 تقريبا. السكرتيره بتيجي لامام افندي وتقول له ان رستم باشا عاوزه، ولما بيدخل ما بيلاقيش حد في المكتب. اتفضل يا استاذ امام، اقعد على الكرسي اللي قدام الدكتافون. ما يصحش يا فندم اقعد قدام سيادتك. بيطلع رستم باشا بقى بيورك فروم هوم، رذاذ متنقل عبر الأقمار الصناعية، تكنولوجيا. رستم باشا بيقول لإمام معلومات عنه. امام محمد الطيب 53 سنه، حاصل على البكالوريا، شهادات جامعيه لا يوجد. حلو يا عم، البكالوريا كانت حلوة ساعتها. مهارات خاصه لا يوجد. لا يوجد إيه؟ بيقول لك إمام كمبيوتر. متزوج وعنده طفل. بقى شاب يا فندم دلوقتي عقبال امالتك هو بيلعب مزيكا. السيستم قديم بقى، مفيش تحديثات. التحقت بالشركه عام 1950. عمر يا فندم عمر. 1950 يا أستاذ إمام يا كمبيوتر. الفيلم ده سنة 1976 وحضرتك بتقول إنك في الشركة دي من 30 سنة، لكن الورق بيقول إن حضرتك التحقت بالشركة سنة 1950، يعني من 26 سنة. طب تنصب على الشركة يا إمام؟ وبما ان استاذ امام موظف كفء، فاستاذ رستم قرر حاجه مهمه جدا. وانا ببلغك ان الشركه استغنت عن خدمات. يلا يا عم امام، هتبقى عاطل قد الدنيا بقى وتكمل كاريرك ككمبيوتر متنقل. استاذ امام هيترفض لان استاذ رستم قرر انه يجيب عقل الكتروني علشان يدير الشركه. على ذلك هنشتري عقل الكتروني ماركت كوكو COCO كوكو. يفرق ايه العقل الالكتروني عن استاذ امام كمبيوتر؟ ولا هما الخواجات كانوا دماغ بس؟ لان استاذ امام يبقى ابن الشركه فهيعملوا له حفله شاي بلبن. والله يا استاذ امام ما بتتعمل مع حد. اخر زميل ليك اترفد، جبنا له سندوتشين طعميه ومشيناه. والله لو سمحت يا فندم ممكن تعينوني في اي شغله تانية عندكم ولو بمرتب اقل. لا 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 يا عم امام مش كده، كلموا الامن يرميه بره. وبيطلع عم امام من الشركه مطرودا مضروبا بالجزمه. بس ما شاء الله شركه النشواتي للاعمال الهندسيه والكهربائيه والمقاولات والانشاءات المكلفه، ده بيشتغلوا في كل حاجه. طب ما عندكوش مهاجم سوبر احسن وسام ابو علي ماشي؟ وائل ابن الاستاذ امام بقى في البيت عامل فيها الفيس بريسلي، مجمع شويه صعاليق من اصحابه وعاملين فرقه اسمها العيال الطيبين اللي هو اسم الفيلم. قد تعتقد ان ليهم دور في الفيلم، لكن انا بقول لك اهو ملهمش اي دور. احنا لقينا الاسم بياع قلنا وماله، يعني هم حتى مش قرايب فيبقى اسمهم كلهم الطيب فنلمهم على بعض يبقوا العيال الطيبين. لا هو وائل بس الطيب الوحيد اللي فيه. ومن كتر ما هم جرابيع المكالمات بتجيلهم على تليفون البقال، والبقال بيحول لهم المكالمات، تقريبا مديهم وصله. الو، حضرتك عايز الاستاذ وائل مدير الفرقه؟ لحظه واحده، انا مدير مكتبه. الو ايوه متمثل انا السكرتير العام. ما تخلص يا صايع منك ليه؟ حولك السكرتير الخاص. الو وايه ومزاد؟ مجموعه من الحوش الو، انا الاستاذ وائل مدير الفرقه. بتجيلهم حفله ب 15 جنيه. يعني حضرتك غلطانه في النمره، اكيد انت طالبه فرقه حسب الله. لا فرقه حسب الله بتاخد 18. احنا اقل حفله بناخد فيها 250 جنيه. 250 قلم على وشكوا صح؟ لا يا مدموزيل انا ما اسمحلكيش تغلطي وتجيبي سيره عم امام الراجل محترم. اقفل في وشها السكه وائل. طب خليهم 17 جنيه. يا رخيص. بيضطروا في الاخر يقبلوا وهو يعرفوا يتعشوا. سوزان البسطويسي. سوزان وبسطويس ازاي؟ ركبوا ازاي على بعض؟ عم امام راجع حيران مكسور، والبقال بيشوفه وبيستغرب لانه راجع بدري لاول مره من 30 سنه. 26 الراجل شغال في الشركه بقاله 26 سنه. شوفوا بقى الاربع سنين دول كان بيروح فيهم فين. فالبقال بيكلم وائل وبيقول له ان ابوه راجع كده وشكله مش مظبوط، غالبا اترفد من الشركه وهيعملوا له حفله شاي بلبن. بنشوف بقى طنط ام وائل اللي على الشمال وعزيزه جارتهم اللي على اليمين. لا ثانيه واحده كده، المشهد فيه حاجه غلط. كده صح كده مظبوط.
لان عزيزه المفروض تبقى هي اللي على الشمال لانها شمال. عزيزه بتعمل لام وائل السلطه وبتساعدها في البيت علشان غرضها انها تتجوز تقريبا كده وائل ابنها. طب حلو، البنت طالبه الستر، شوف الجواز ستره معروفه. وبيدخل عم امام المرفوض المصفوع من رستم النشواتي. السلام عليكم. مالك يا امان؟ مالك يا امام ايه يا طنط؟ مش في حاجه اسمها وعليكم السلام؟ ده حتى حسنات يا ستي، كلكم محتاجين حسنات في الفيلم ده. بيطلع وائل بقى علشان يشوف ابوه، وبمجرد ما بيرن الجرس عزيزه بتخطف. الحق يا طنط ابنك اتخطف، انت سايباها عادي كده؟ بالمناسبه الفنانه نبيله السيد اللي هي المفروض طالعه ام وائل اللي هو سمير صبري اصغر منه بسنتين، والفنان عبد المنعم مدبولي اللي هو ابوه اكبر منه ب 15 سنه بس. طب عبد المنعم مدبولي وشكله كبير وبيمشي في الادوار دي، مدام نبيله بقى ايه؟ وبنشوف عزيزه بقى وهي بتراود وائل عن نفسه. اسكتي يا عزيزه، يعني انت مش طالبه الستر؟ طلعت طالبه استغفر الله العظيم، وانا اللي فاكرك داخله على جواز اخي. وبيرجع وائل البيت بعد اللي حصل ده. ضربت جرس من شويه علشان قلنا 100 مره نفتح الباب بسرعه، ما كانش اتخطف وحصل اللي حصل. ادخل يا اخويا شوف ابوك. بيخبط على الباب من جوه، هو في ايه؟ السلام عليكم يا والدي. اهلا يا وائل. يا جماعه هو مش في حاجه اسمها رد سلام؟ ايه اللي اهلا يا وائل والتانيه تقول له مالك يا امان؟ انتوا مانعين الحسنات تخش الفيلم؟ وائل بقى بيفضل يهزر علشان يخرج ابوه من الحاله اللي هو فيها، لحد ما عم امام بيقول له انه اترفد. يا ساتر ايه ده؟ احنا محتاجين نخف المكياج شويه يا فنان، ده ميرفت امين مش حاطه كل ده. وائل بقى بيعمل مشهد اوفر جدا وبيقول لوالده احنا في زمن الوحوش، الناس ما بيرحموش، حوش يا رب وحوش. انت ايه ما بتسمعش حسن شاكوش؟ رستم باشا بقى عيان في البيت. ده دعايا عليك ده عشان اللي عملته في عم امام. الهي لا تكسب ولا تربح، يجي لك البواسير كده تلف حوالين نفسك ما تعرف تخش الحمام. لا بسيط، شوف يا سيدي انا هكتب لك شويه ادويه دواء شرب عشان الكبد. شفت؟ الكبد علشان اكل اموال الناس بالباطل. هكتب لك كمان اقراص هتاخد منها قرص كل 6 ساعات، ده هينفع جدا للكبد. الكبد واضح ان هو بايظ خالص. الحبوب بقى اللي هكتبها لك دلوقتي هتاخد منها حبايه كل 4 ساعات برضو عشان الكبد. ترى يا دكتور ده كده بقى كبد بالرده. ما تخافش من الغليظ، لو كلت مسلوق مش هيتعبك، ايه ده كمان الغليظ؟ ده دول على الموظفين كلهم. ولو تعبك خد لنا قرصين من الازازه دي بعد كل اكله. قرصين او 4 يعني. انا هكتب لك دلوقتي فوار عشان الحموضه. الحموضه عشان بتخصم للناس وتجيب اكل حراق. بالنسبه للمراره والكلى لا ما تقلقش، المره دي هنفقعها له. الكلى هي كمان الكلى بايظه؟ مش مشكله، هما كليتين، واحده باظت التانيه تشتغل. عندك من الدواء ده؟ طب اسمع يا سيدي، خد لنا منه نص ازازه كل يوم. نص ازازه؟ هي بيره؟ ايه يا دكتور انت عندك الدواء ده يا راجل؟ ده انا دايخ عليه من زمان. اربع او كل 6 ساعات نجرب. هو قال نجرب ولا ده النت؟ فاضل قدامنا الحراره، هضطر اني اكتب لك على لبوس، انا اسف جدا. بس كبر بقى اللبوس توصى يعني. دواء الشرب اللي هكتبه لك ده تاخد منه معلقه شوربه كل 4 ساعات، ده علشان القرحه. كمان في قرحه؟ ربنا هيعمل فيك ايه تاني اكتر من كده؟ ما تخافش من الانفلونزا اللي عندك دلوقتي، خد لها اسبرو واشرب لها شيح بالبابونك. وبعد بقى ما نخلص الادويه دي كلها ونكررها مره واثنين نبتدي بقى نعالج القولون العصبي على مهلنا. يا رستم بيه كل الامراض دي، يعني انت ما فيكش حاجه سليمه غير لسانك اللي رفدت بيه عم امام؟ الهي يتشل يا بعيد. رستم بيه بقى اول ما بيعرف ان في صفقه كانت هتبوظ بيقوم على طول علشان يلحقها. يا ساتر على حب الدنيا. طب والبواسير؟ انا في الواقع بعتبر نفسي غير مسؤول عنه اعتبارا بالنهارده، انا ما عنديش نيه ان ابوظ سمعتي وشهرتي عشان راجل مجنون زي ده. كفايه مات مني الشهر اللي فات 12 زبون. 12 زبون؟ انا قلت انك حلاق من الاول. صوفي بتكلم مشمش وتقول له بقول لك ايه، بابا سافر. بابا سافر؟ انتهز الفرصه يا مشمش. لحظه واحده يا حبيبتي ما اشوف مواعيدي. هتشوف مواعيدك؟ هتشوف مواعيدك يا مشمش؟ ميرفت امين بتكلمك وبتقول لك بابا سافر، تقول لها شوف مواعيدي؟ مش عارف اقول لك ايه صراحه. هي كده الدنيا زي الخياره والخيار ب 20 جنيه دلوقتي. مشمش بيقعد يحسبها علشان ما يدفعش فلوس في خروجه صوفي، فبتقفل في وشه السكه. تستاهل، خليك كده شكلك هتقلب في الاخر. فصوفي بتكلم صاحبتها سوزان البسطويسي اللي وائل بيحيي الحفله بتاعتها. هو منديل بس هنخف الفاونديشن شويه. يا صوفي ايه التفاصيل دي؟ هو مش تمر هندي والله. المطرب ده بيفكرني بأم الله يرحمها، كانت بتحب الأغنية دي قوي. وائل بيخلص وبيروح علشان يغير هدومه، فبتدخل عليه صوفي وبتشوفه وهو بيغير. يا صوفي هو علشان مش شغال يعني؟ وائل ما فيهوش حيل، عزيزة مخلصة عليه. صوفي بتقعد تراود وائل عن نفسه. اجمد يا وائل اجمد، انا عارف انه صعب
بس اوعى تستسلم. في اسكندريه في محل بيسهر لغايه الصبح، يعمل سمان مشوي بالنبيت انما يجنن. سمان مشوي بالنبيت، اجمد يا وائل. وائل بعد ما بيقفش عليها بتكتب له اسمها ورقمها على ورقه وبتقول له لما يجيك الشوق انا مستنياك فوق. صوفي النشواتي 52181. ما شاء الله سريعه قوي. كل ده كتبتيه في الحته دي. اول ما بيعرف بقى انها بنت النشواتي الغضب بيتملك. هو المفروض غضبان دلوقتي بس هو التمثيل بعافيه شويه، وبينزل يقول لها صوفي النشواتي يا حبيبتي مش تقولي من الاول. وبيفتكر المشهد وهو بيغني لابوه احنا في زمن الوحوش، وبيقول لها ده انا من زمان بحب السمان بالقرنبيط بالنبيت. فاضل ايه حرام ما اتعملش. بالي حاسس مش على بعضي الليل. ماشي يا نجم، فيلمك وحقك تعمل اللي انت عاوزه. وبعد كده بيروحوا بنسيون الجمبري الحزين. يا عيني حتى الجمبري حزين اكيد من اللي بيشوفه. وبيروحوا الاستقبال علشان يحجزوا اوضه. البيت تعبان شويه، من فضلك عايزين اوضه. البطاقه من فضلك. ايه ده هتديهم اوضه عادي كده؟ يلا. ايه ده يا مدام، دي خليته ومشي. ده شقق الدعارة مش بالوضوح ده. يا عيني مرهقة. وعندك 2 أوضة 117 زينة. بيصحى وائل من النوم بيلاقي نفسه نايم على السرير عريان، فبيحس ان هو تم استغلاله. الاقيها منك ولا من عزيزة؟ انتوا عايزين منه ايه؟ كفاية فانيلات بقى، كفاية فانيلات حرام. امال لو كنت فورمة كنت عملت فينا ايه؟ وائل بيبقى متضايق لانهم عملوا حاجة غلط مع بعض، خصوصا وانها مخطوبة لمشمش. فمشمش اللي غلطان، هي كلمته. لكن وائل الشهامة بتاخده وبيطلع يجري. خلاص عمل اللي هو عاوزه بقى. فصوفي بتكلم مشمش وبتقول له الكيلو بكام دلوقتي؟ بتقول لمشمش انها مش هينفع تتجوزه. بصراحه انت اللي خليتها تشك فيك. يعني ايه تقول لك بابا مش موجود وانت تطنش عادي كده؟ مشمش بقى بيتعصب علشان كده الجوازه باظت، مش حبا في صوفي خالص. يعني هو بيحب ابوها اصلا. بتجوزه بقى. البيجو اللي وائل راجع فيها القاهره بتعطل، فبيقعد على جنب. فصوفي بتلمعها وهي معديه وبترجع بظهرها على الطريق الزراعي. ما هو ده اللي بيعمل الحوادث يا مدام. وهنا وائل بيعترف لها انه كان عاوز ينتقم من ابوها لما عرف اسمها، لكن دلوقتي بعد اللي حصل مش هينفع. ما انت كده يعتبر انتقمت من ابوها. انتوا مش ولا ايه؟ مش بيروح لرستم باشا بالفواتير وبيقول له بما ان الجوازه باظت اخد فلوسي. معلش يعني الراجل دافع فلوس قد كده في 10 بيضات، ما ينفعش الكلام ده. لكن رستم باشا بيقول له ان صوفيا اكيد كانت بتهزر معاه، وانت دريان بحاجه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وفين حفلة الشاي باللبن بتاعت عم إمام؟ ها؟ رستم باشا بيروح البيت وبيقول لها إزاي تروح اسكندرية من غير ما تقولي لي؟ مش عارف إن أنا بحب السمان؟ حصل ولا لا؟ كنت بتكلم جد. جد يعني ايه؟ ارجوك الموقف مش هيتغير لما تزعق. وبتقول له إنها فعلا كلمت مشمش وفسخت الخطوبة، وإنها بتحب واحد تاني. ومين يا ترى فارس احلامك الجديد؟ طبعا واحد من شله الصيع اياهم. وبيشتغل ايه؟ موسيقي. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب مين يا عم رستم؟ سمير صبري يا عم رستم. محتار انا ويا البنات الفاتنات الساخرات. عم رستم بيدي صوف التليفون وبيقول لها تكلمي مشمش تعتذري له، لازم يدخل على حد النهارده. لكن هي بترفض رفضا قاطعا. علشان بفكر في مستقبلك. انت عمرك ما فكرت فيا، كل اللي بتفكر فيه هي مشاريعك. الحاجه الوحيده اللي تهمك في الدنيا دي كلها هي فلوسك. ايه ده قلم ده ولا شلوت؟ تاني مره تضربني بالقلم. تاني مرة وعدتها لك، بعد كده هنرد. ولما عم رستم بيصمم بتقول له هات التليفون عشان اقول لمشمش اني كنت سهرانة في حضن وائل. ما حصلش. يا اختي يا عم رستم انت ما تعرفش اللي حصل. ده كان فيها فندق الجمبري الحزين. بنسيون ايه؟ اسمه بانسيون الجمبري الحزين. يا ستي دي لسه عايشه. لسه عايشة يا عم رستم. يا عم رستم انا قلت برضو النضارة دي مش من فراغ، اكيد وراها خبرة. كنت بتروح مع مين يا عم رستم؟ طنط ام صوفي ولا حد تاني؟ شكلك بتروح مع مش اصلا. اطلب النائب العام، وزير الداخليه، وزير الدفاع. وزير دفاع مين يا عم رستم؟ انت محتاج الطب الشرعي. عم رستم بيبعت الامن بتوع الشركة علشان يراقبوا صوفي. امال الامن لابسين كده ليه؟ انت فاتح بنزينة يا عم رستم؟ احسن من غيري، كان ممكن يرفدني من غير ما يعمل لي حفله شاي باللبن. بس انا كنت شايف انك تستاهل سحلب يا عم امام. شاي باللبن ليه؟ وعزيزة قاعدة مع طنط ام وائل علشان بترسم على وائل زي ما احنا عارفين، بس مش طالبة الستر. هي عمالة تجيب لهم الطلبات من تحت وتعمل لهم السلطة، ووائل بياكل سمان بالقرنبيط. عم امام بقى بيقول لعزيزة ان وائل مش بايت في اوضته. يا اخي ده سوء الظن ده ليه؟ ده عنده حفله. يا طنط ام وائل انت بترمزي، انت بتداري على ابنك يا طنط ام وائل؟ بتساعديه في اللي هو بيعمله؟ مش قلنا نخفف زينة شوية؟ انت كنت على علاقه ب 100 واحده. 100 واحده؟ ده يبقى انسان اي حاجه. حياة مين يا عزيزة؟
يا عزيزه ده انت خاطفاه من قدام شقته قدامنا كلنا تقولي لي حياه؟ اما يا غش اولاد الناس طيبين ناس طيبين مين يا عزيزه؟ احنا برضو عندنا ولايه. بوظتينا ايه الادب. هم اللي 60. عم امام اسكت لها يا عم امام، خالة ام وائل. ايه مالك يا عزيز؟ مش عيب لما تضحكوا على اولاد الناس طيبين؟ مش هجيب لكم كبده ولا بطاطس ولا حاجه ابدا. صل على النبي يا حبيبي. ايه دي يا اختي معلش. يا جماعه صلوا على النبي، مش كده عيب. اختش على دمكم. ايه بس؟ وانا ايه؟ هتعب عندكم؟ عزيزه فلوس الكبده يا عزيزه. سيب لها فلوس الكبده وائل هيبقى ياخدها منها، ما انت اكيد عارفه حاجه. ايه مالك يا سمير؟ عمال اشاور لك واغمس فيك من الصبح وانت ولا انت هنا. انا فاكر عينيك بتوجعي. طنط ام وائل رافعه القرايل. السكرتيره بتاعت رستم بيه بتبلغ عم امام ان رستم بيه هيجيله، فعم امام بيعتقد ان رستم بيه هيجيله علشان يرجعه الشغل. خديجة، تسمع عن بنسيون اسمه بنسيون الجمبري الحزين؟ انا فاضيه في ساعه البيت. جوزي لو عرف هيذبحني. يا نهار اسود يا خديجه، انت كمان بتروحي الجمبري الحزين يا خديجه؟ يا الولايه دي ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بيرجع وائل من المكان اللي هو كان فيه وابوه بيقول له ان رستم النشواتي جاي، فوائل بيقول لابوه انه لا مؤاخذه كده يعني عمل حاجه مع بنت النشواتي، يعني ممكن تعصبه شويه. بنسيون الجمبري الحزين. هي الولية دي لسه عايشة؟ الله 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 الله، حتى انت يا عم امام بتروح بنسيون الجمبري الحزين؟ ده انا كنت بقول ان انا وانت اللي في الفيلم ده. راحوا مع بعض بنسيون الجمبري الحزين. هي الوليه دي لسه عايشه؟ طنط ام وائل، طنط ام وائل هي كمان بتروح جمبري الحزين؟ انت كمان عارفه الجمبري الحزين يا طنط ام وائل؟ طب مش قدام الناس. انت مش هي دي اللي رحنا لها انا وانت يوم الجمعه؟ رحنا واحنا مخطوبين يا سنية. لا كده ظبطت، كنتوا مخطوبين. اخس يا عم امام، كنت فاكركوا عيله ايه؟ ما انتوا عيله مش محترمه فعلا. عم رستم بقى قرر ان هو هيروح يقتل وائل وابوه ويروح يسلم نفسه او يروح بنسيون الجمبري الحزين، لكن عم امام قرر يعزل. وائل رايح يجيب الهدوم من عند المكواجي، وهو نازل بقى بيخبط في رستم بيه، بس رستم ما يعرفوش. طب مش شامم ريحه بنتك؟ مفيش اي حاجه. وصوفي بتهرب من البيت. يا عم فتحي مش شايف حاجه غريبه بتحصل؟ طبعا عم فتحي صح. متشكره قوي يا عم عبد. العفو يا بنت. جدع عم عبده، هي دي مصر، امن وامان. اول ما عم عبده بيفوق من الغيبوبه بياخد الرجاله وبيطلعوا ورا صوفي، وعم امام فاكر ان نشواتي بيه جاي علشان يقتله، لكن النشواتي باشا بيبقى جاي علشان يجوز وائل لصوفي ويصلح الغلطه اللي حصلت. مش ممكن هتعملوا حاجه حلال غريبه قوي. وائل وهو بيجيب الهدوم المكواجي بتيجي عزيزه وبتقول له انت ازاي تمشي مع واحده وانت ماشي معايا؟ ايه السفاله دي؟ وبتبهدله في وسط الشارع. الله يخرب بيت ام الفنانه الحمالات اللي انت لابسها رايح جاي دي، وايه اللي عمل فيك كده؟ هي داست عليك ولا ايه؟ ولما النشواتي بيقول لوائل انه هيتجوز بنته بيوافق. عين العقل يا وائل، انا لو مكانك كنت هوافق، بس احنا نخف الفاونديشن شويه. لكن صوفي بتيجي وبتقول انها لن تقبل انها تتجوز بالطريقه دي. وانت يا استاذ موافق؟ أول حد يفكر ياخد رأيي في حاجة النهاردة. انا عايزه اجابه محدده، موافق ولا لا؟ طبعا موافق. هي دي فيها كلام؟ ده انا موافق. انا لا خايف من ابوكي ولا عايز فلوسك ولا فلوس ابوكي ولا حتى بحبك ولا طايق اشوفك. بلاش غباوه بقى يا وائل، ما تقفلنيش منك. انت اللي ورطتيني. خلاص يا جماعه انا هتجوزها. انا مش هتجوز لا انت ولا غيرك، واذا اصريت وانا هنسحب. انا هتجوز اجي. صوفي وهي نازله بقى بيجي لها الناس بتوع الامن وبيخطفوها. يا شويش. شاويش مين اللي فوق ده؟ انا فاهم عايزين يجوزوك على ايه؟ صورة اتخطفت. اصرخي يا وش، اصرخي اصرخي يخرب بيت ابوكي. طب ايه اقوم انقذها انا؟ طيب يمكن تتجوزني انا. يا نهار اسود يا مش شربت كل ده بتاع 5 جنيه، ده قلبك مات من بعد ما سابتك. طب خد ال 20 جنيه دول دلوقتي وبقى هات الفك على مهل، بكره بعده زي ما يعجبك على راحتك. ممكن اخرج؟ سعيده بقى. صوفي بتدي عم عبده رشوه فبيسيبها تمشي. سلام عليك يا عم عبده، انت الوحيد اللي بتشغل دماغك في الفيلم ده، طالع مستفيد. ما هم كده كده بيستعبطوا. ايه ده دخلنا عليك الحمام فجأة ولا لا مؤاخذة؟ وصوفي بتروح لوائل مش عارف ليه. يعني مفيش امل اننا نحب بعض؟ مفيش امل نحب بعض؟ انت مرخصه نفسك ليه كده؟ وبعدين حب ايه ده؟ انتوا عمالين تبوسوا بعض طول الفيلم. عالم وش فقر. استاذ وائل متضايق قال ايه؟ انه هيتجوزها غصب عنه. حد لاقي يا ابني؟ انا مش فاهم الرجاله بتفكر ازاي. وبيجي يوم الفرح بتاع صوفي ووائل وبيبقوا قاعدين في الكوشه مش طايقين بعض عشان هو مغفل طبعا. فبتقول له انت فعلا ما بتحبنيش يا وائل؟ وبتاخد بعضها وتمشي. حلو، الله اكبر، اروح الحقها انا بقى يمكن نتجوز. وبيطلعوا يطاردوا صوفي اللي بتروح برج القاهره علشان تنط من فوق. تحبني؟ ايوه. انت عامله الحوار ده كله عشان تلاقي حد يحبك؟ الناس اتعمت ولا ايه؟ وانا مش فاهم انتوا عايزين توصلوا لايه يعني؟ ما انتوا كنتوا هتتجوزوا. دهب
صوفي نطي بقى خلصينا، ومش عايز يبص عليك. في الاخر صوفي بترجع في كلامها وما بتنطش، فصوفي بتعترف لابوها ان مفيش حاجه حصلت بينها وبين وائل. الافندي ده اكل السمان وشرب النبيذ ونام زي القتيل. يا خيبتك، يعني معاك صوفي وفي بنسيون الجمبري الحزين وكلت ونمت يا وائل؟ طب ابوك يقول ايه للناس؟ فهنا وائل بقى لما بيعرف انه مش مضطر يتجوزها بيقرر انه يتجوزها. ايد المصيبه دي. انتوا عبط يا جدعان ولا ايه؟ ما كنتوا اتجوزتوا من بدري وخلصتونا بقى من الهري ده، وبس بقى هيتجوزوا ويجيبوا عيال متخلفين زيهم. يلا لا تتفحر. وبكده يبقى لبينا طلب المنتسبة الوحيدة في القناة، وانا مش فاهم ليه تطلبي فيلم زي ده، بس خلاص اتحسب عليك، انا ماليش دعوة. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان لما ننزل فيديوهات جديدة يجيلكوا اشعار. كان معكم صبري محروس، لحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافية.